فاكرين مين دي؟ مش عايز اظلم عشان انا بسمع من طرف واحد. لسه مفرجه الدنيا على واحد دلوقتي بسبب ان هو كان بيحاول يتهجم عليا، وياما ناس كتير اطلب منك طلب. انت لو عايز تساعدني بجد خدني هاتلي اكل. ايه؟ خدني هاتلي اكل، انا بقالي يومين باجي هنا انا ما باكلش. في كلام كتير اتقال واحنا قاعدين دلوقتي في بيت اهل دهب، عماه وجداه وقرايبها كلها حوالينا دلوقتي، بس احنا مش هنظهر حد فيهم غير دهب عشان هي الاساس صاحبة المشكلة. دلوقتي انت في بيت اهل، مرضية وانت معاهم؟ في اي مشاكل؟ انا ليه حاسك شايلة جواك كده؟ دي حاجة يا جماعة؟ ما فيش اي حاجة، كان سوء تفاهم. ابوها طلع راجل محترم، مهما كان جه عليها بيعلمها الادب، بيعلمها الصح. يمكن هو قاسي وعصبي بس عشان هي كانت في تفاعل منها حاجات غلط، واحنا في وسط كل واحد دلوقتي هنسال اسئله هتسمعوا صوتهم بس وهي هتكلموا. دلوقتي عمها معانا وهو سامع كل حاجه. انتوا راضيين عنها ودي بنتكم ولحمكم وانتوا اللي تلموها، مهما حصل ملهاش الا انتوا. طبعا. قولوا لهم بقى اتكلموا معاهم. بنتنا ده رحت وجاتي بنتي. ولو كان حد بيسأل عليكي كلام، انما ما حدش بيعذبك يعني. انا ما حدش في يوم من الايام ضربك ولا نمت تحت الكوبري 5 يعني بصي، ايام ولا الكلام اللي انت قاعده تقوليه ولا ابوكي ضربك على ولا ستك ضربتك ولا حد من عمامك ضربك. اذا كان بيسأل ابوكي بيسأل عليك فبيسأل عليك لمصلحتك مش لحد. انت بتشتغلي او ما بتشتغليش ما بياخدش منك حاجه، صح؟ ولا هو بياخد منك؟ ايوه صح ولا مش صح؟ انما هو ولا جه في يوم ضربك بسلك ولا كهربك ولا عمل فيك حاجه تزعلك. واحنا اذا كنا بندور عليك، احنا بندور عليك عشان خايفين عليكي، مش عايزين منك حاجه. واحنا بنقول لك يا دهب بيوتنا كلها مفتوحه، عايزه تقعدي عندي، تقعدي عند ستك، تقعدي عند عمك، تقعدي مع ابوكي، كل دوت مفيش حد مانع منه. بس احنا بنتكلم ان احنا خايفين عليكي مش اكتر من كده. ده عمها، وبالنسبه لستها كويسه جدا، وبالنسبه لجدها جدها كويس، بالنسبه لاي حد في العيله كلهم بيعاملوها كبنتهم، وانا شفت بعيني ويشهد عليها ربنا في الكلام ده. انا ايه اللي نفسك دلوقتي فيه نعمله لك تاني؟ في حاجه مضايقاكي تاني؟ طب قولي لابوكي انا اسف. انا اسفه. لا قوليها بنفس. كلمي عادي. كلمي عادل وقولي انا اسف. ابوكي زمان قسيتي على ابوكي بالكلام. ابوك اطيب منه مفيش واحد رضا ابوكي بالكلام زي ما انت قسيتي على ابوكي بالكلام. ماشي، ما هو انا اسفه. حقك عليا. انت عارفه ان ابوكي كويس انا غلطت وبندم. وابوك عمره ما خد منك تعريفه يا استاذ اسامه بتشتغلي فلوسك ليكي مش لحد. حنيت ابوه. ايوه ان ابوك ابوها لو كان جاحد وقاسي وقرص عليه ما كانش وصلت لكده. انما حنيته وقلبه الطيب ان هو ما كانش بيرضى يعمل فيها حاجه، ولما كان حد يجي يتكلم معاها ياكله. والله لما حد يجي يضربها ياكله. بعتذر له قدام الناس، احنا بنعتذر لك واحنا اسفين كلنا ليك، ومهما بنتك غلطت ملهاش الا انت، وبالعقل وبالراحه عشان تعرف تهود، عشان دي عناديه وصعبه جدا جدا. انا نفسي ما كنتش عارف اقدر عليها، والناس اللي تعبانه من جوه اللي تاني وتالت هفضل اقولها، اللي عايزين تتجوزوها دي عايزين تتجوزوها على ايه؟ مصر كلها من بره مصر ومن جوه مصر عايزين يتجوزوها، يقول لها شقه، اي حاجه نفسك فيها نجيبها لك، بس هي مش عايزه جواز. مقصرين معاها في حاجه عشان اهلها مش مقصرين، لا والله العظيم اهلها مش مقصرين معاها. اذا كانوا اهلها بيتكلموا فبيتكلموا ان هم خوف عليها مش اكتر، هو محدش عايز منها حاجه. غلطه وانا بتاسف لكم كلكم وانا حقكم عليا. هو لو هي بتدور على شقه، عندها شقه موجوده تقعد فيها براحتها، الشقه موجوده تقعد فيها براحتها، عايزه تقعد لوحدها ماشي، عايزه تقعد مع ستها ماشي، عايزه تقعد في شقه لوحدها فوق من ستها وتبقى بس. هو الموضوع كله موضوع رقابه، ما هي مش عايزه اللي يقول لها الراحه فين وجايه منين. ما ينفعش ما ينفعش. هو لو اي حد عنده بنت زيها لازم انا يحافظ عليها، راحه فين جايه منين اتاخرت ليه كنت فين، ما ينفعش. طب انتوا مسامحينها؟ يا عم احنا مسامحينها لسه من غير حاجه والله. هي حلوه اصل هي لحمنا، ستها طيبه قوي والله. اصل هي لحمنا ودمنا، ما ينفعش حد فينا ان هو يقسى عليها، واذا كنا بنقسى عليها بنقسى عليها لمصلحتها مش لحاجه. بس ولا انت شايفه ايه ده؟ بس فطبعا احنا بنعتذر لابوها، احنا اسفين يا ابو دهب، احنا اسفين عشان ابو دهب مليون مره اللي هي والله. عملته دوت طبعا غصب عنها. وهي طبعا لا هي ما جابتش سيره العيله، هي جابت سيره ابوها. مش هي التعليقات طبعا. هو اصل الناس يا خالتي، بصي يا خالتي، الناس ما تعرفش، الناس لها بالمظاهر. فطبعا كل من حاسبن على ابوها عشان هو حاسبن على ابوها، هو ما يعرفش ان هو بيحاسبن على ابوها ايه اللي حصل. فطبعا ابوها طلع مظلوم، وطلع طبعا كل اللي بيتقال دوت ابوها ما حصلش منه. وابوها احنا اسفين ابو دهب وحقك علينا،
والراجل دوت طبعا ما كانش يعرف، اسامه ما كانش يعرف اي حاجه، فعشان كده هو منزل لك فيديو ان هو بيعتذر لك وبيتاسف لك قدام الناس كلها والله، قدام الناس كلها، بنتأسف لك زي ما وبنعتذر لك. الناس كلها بتحاسب لك، الناس كلها طبعا هترجع تقول لك حقك علينا وحقك علينا يا عم سعد واحنا اسفين لك. ودلوقتي قدام الناس دي نهاية دهب واخرها، ودي اخر القصة، ورجعت لأهلها الحمد لله في وسط اهلها وفي البيت. ويعني ان شاء الله ان شاء الله نشوفك المرة الجاية على خير بقى، وانت مع بيت جوزك ان شاء الله. انا تتجوزي بقى بس. يلا، عايز كل الناس زي ما شيرتوا الوحش شيرتوا الحاجة الحلوة، شيروا الحاجة الحلوة دي وفرحوا الناس ووروا للناس ان ده في بيت اهلها والحمد لله مفيش اي حاجة تزعلها تاني مننا ولا من اهلها ولا من اي حد، وربنا يخليهم لبعض. وكان في سوء تفاهم. السلام عليكم واسفين ليك يا ابو دهب مرة والتانية والتالتة. سلام.